ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهارده هنعمل وصفه حلوه قوي وجميله قوي وموفره قوي. هنعمل ايه؟ هنعمل المايونيز البيتي. يلا بينا نشوف المقادير. معانا كوبايه لبن، معانا 4 قطع جبنه مثلثات اي نوع تفضليه، معانا معلقه مستردة، معانا معلقه خل، معانا زيت حسب الحاجه. تمام. هنحط اللبن الاول، وهننزل بالجبنة المثلثات ونضربهم الأول مع بعض، هما الاتنين نضرب الجبنة المثلثات مع اللبن. هنضرب ضرب جيد، يعني هنضرب الجبنة المثلثات مع اللبن ضرب جيد لحد ما لقاش للجبنة دي أثر خالص في اللبن. دي خطوة مهمة جدا. وبالنسبة بقى لمعلقة المستردة دي، معلقة المستردة دي اختياري، ساعات كتير ما بيكونش عندي مستردة وبعمل المايونيز من غير مستردة بيطلع احسن حاجة في الدنيا، ما تقلقوش. والخل انا هنحط هنا معلقة، الخل ممكن يحتاج منك معلقتين، انا هنا عشان جايبه الخل القوي قوي فهو خد معلقة واحدة بس. ننزل بقى بمعلقة المستردة اللي هي اختياري مش اجباري، ونص عصرة ليمونة، وطبعا هنحط رشة ملح كده محترمة. هنضرب بقى المكونات كلها مع بعضها. بالنسبة بقى للزيت هننزل بيه خيط رفيع خالص كده، واحنا مشغلين الخلاط ما نقفش ضرب الخلاط ابدا غير لما نلاقي ان المايونيز تقل او اللبن والجبنة والحاجات الحلوة اللي احنا حطيناها مع بعض دي تقلت، وصل قوام المايونيز اللي احنا عارفينه. هتعرفي ازاي ان هو تمام وصل مرحلة المايونيز؟ هتلاقي الخلاط صوته بيختلف، هتلاقي اللف ذات نفسه برضو اختلف اهو. بصوا شايفين لو تاخدوا بالكم هنا ابتدى يعني شكل اللف اختلف بقى، تقيل، تحسوا فيه تقل، ما بقاش يتحرك كتير. لو تركزوا مع الخلاط تمام هو كده خلاص. خلاص هيديني السماكة اللي انا عارفاها للمايونيز، وشوية صغيرة خالص وهقفل عليه الخلاط. تمام. نزلنا خلاص كده. الزيت خلاص وقفناه، ووقفنا الخلاط كمان. تعالوا بقى نشوف القوام مع بعض يبقى عامل ازاي. شايفين؟ تمام. نجيب بس سباتيولا عشان نقلب بيها. بصوا شايفين؟ هو ده القوام المعروف للمايونيز. حاجة كده جميلة قوي، حاجة بصراحة يعني خرافية، شغل ايدك، حاجة بنظافة وطلع نفس الطعم ونفس الشكل ونفس القوام ونفس كل حاجة، وما كلفكيش قد اللي هتجيبيه من برا. جبت بقى هنا برطمان عندي نضيف مغسول بمية سخنة وسبته ينشف يتصفى يعني من المية بتاعته، ونشفت بعد كده فوطة مطبخ نضيفة. بصوا هننزل بقى بالقوام، شايفين القوام قد ايه جميل؟ وعايزه اقول لكم على حاجه، ان القوام ده مش هيفضل على كده، لا هيتقل كمان شويه معاكي لما تحطيه في التلاجة، هيتقل شويه تاني كتير، وهيبقى لطيف قوي. لو بتحبي المايونيز اتقل من كده هو بيتقل اكتر من كده في التلاجة. طبعا مش حابه القوام التقيل قوي اللي هيطلع منه من التلاجة، لا تمام، شويه ميه كده صغيره واكنك زي الطحينه بالظبط كده، وزودي المايونيز حبه بحبه لحد ما توصلي للقوام اللي بتحبيه. كده انا عملت برطمان محترم جدا 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 وكوبايه لبن. تعالوا بقى نعمل سلطه كول سلو، حاجه كده يعني شغل فاخر كده من الاخر زي ما بيقولوا. تعالوا نعمل بقى ايه طبق كول سلو تحفه. انا عايزه اقول لكم ان انا عملت الطبق الفاخر دوت، بجد والله بجد ما شاء الله ما شاء الله، يعني اولادي ما شاء الله نسفوه، يعني نسفوه حرفيا. نقطع بقى كده الكابوتشا ونقطع كمان الكرنب الاحمر. انا بحب بقى ايه الكونسلو كده، يعني حاجه مختلفه شويه، يعني شويه حاجات كده تحسوها مختلفه شويه. يعني تلاقيني كده اقطع كرنب احمر والكابوتشا والجزر، لا واحط كمان عليها كاتشب. يعني بحب ان انا ايه اخترع كده شويتين. نبشر بقى الجزرايه المحترمه قوي دي، وبحب قوي الجزر كتير فيها، يعني انا بحب الجزر كده كتير وباين فيها. كونسلو على مزاجي بقى. تمام. انا كده بشرنا الجزر خلاص تمام. مهم. بجد جربي الوصفة دي هتعجبك قوي وموفرة جدا جدا.
وقت ما تتزنقي وعايزة مايونيز كوباية اللبن و3 المثلثات جبنة واشتغلي واعملي احلى مايونيز. انا هنا حطيت معلقة سكر وحطيت ربع سكر تاني لان انا بحبها بصراحة مسكرة شوية، فهي المفروض معلقة واحدة بس سكر ومعلقة خل عليها. لا انا حطيت معلقة وربع لان انا بحبها مسكرة. طبعا كل المقادير دي انا هكتبها لك في صندوق الوصف. نقلب بقى السكر مع الخل لحد ما السكر يدوب خالص وما يبانش. هننزل بقى بالخليط المحترم شوية الخضار المحترمين دول كده، ننزل على السكر والخل. نقلبهم بقى في بعض. عايزه اقولك ان كل كميه انت شايفاها الطبق مش واخدها دي، عايزه اقولك ان هي مسافه ما تتحط عليها المايونيز والكاتشب يعني وتدخليها التلاجة، الكميه دي كلها هتنزل، بتنزل بقى ميتها والكلام ده كله، بتنزل بقى بتكش كده، متبقاش باينه في الطبق. ناخد بقى نحط كده معلقتين مايونيز محترمين من اللي احنا عاملينه. بصوا بقى قوام المايونيز لما قعد في التلاجة، بصوا شايفين قد ايه تقل؟ شايفين حاجة والله بجد جميلة وجامدة قوي يا جماعة، شغل فاخر يعني، شغل فاخر بجد. شايفين تقله وحلاوته وجماله؟ يعني انا عايزه اقولك ان البرطمان ده ممكن يعني يعمل برطمانين، احنا لو خففناه وعملناه يعمل برطمان تاني كده اخوه. لا يعني سمكه حاجة تحفة بجد والله، السمك جميل وحاجة بيتي شغل ايدك، يعني حاجة محترمة بجد، تاكليها وانت مطمنة. شايفين التقل قد ايه؟ ما شاء الله بصراحة ما شاء الله. ننزل بقى كده بمعلقتين كاتشب. انا هنا بقى الكاتشب بجيب جيركن الكبير تمام، وعندي انا مش عارفه اسمهم بصراحه، بتوع الكاتشب الصغيرين دول، واروح مفضيه فيهم واخبي الكاتشب من ابني، لان ابني عامل الكاتشب ده يعني بيشربه اكنه عصير، فبضطر ان انا اخبي الكاتشب منه واحط على قد احتياجي في الازازه الصغيره دي. تمام، ابني يعني ما شاء الله الله اكبر عليه، عصير كاتشب 24 ساعه. تمام، نقلب بقى كل المكونات التحفه الرهيبه دي مع بعضها عشان تعملي طبق كون سلو فاخر ما حصلش. قلب 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 لحد ما كل المكونات تخش في بعضها. تمام كده خلصنا تقليب. انا بقى عملت جنبيه كمان، عملت جنبيه بانيه ومكرونه، بس يعني انا ما حبيتش اجيب يعني البانيه والمكرونه، كلنا بنعرف نعمل بانيه وكلنا بنعرف نعمل مكرونه تمام، بس انا حبيت اوريكي المايونيز. يا رب يكون الطريقه كانت خفيفه على قلوبكم وتعجبكم.